مواويل والله. يعني نادي الزمالك تحس ان في حاجه غريبه كده. جوزيه جوميز طلب من الزمالك مهاجم افريقي فت، مهاجم اسود، يعني افريقي فت. مثلا السنغال، جنوب افريقيا، المناطق دي، لو ان جنوب افريقيا فيها بيض، ولكن هو عاوزه اسمر سمار حالق. مجلس اداره نادي الزمالك او نادي الزمالك عرف ان بن شرقي عقده خلاص بيخلص من قطر، قام حول راح يتكلم مع بن شرقي. طب جوزيه جوميز بيقول لك عاوزه اسمر سمار حالق، يعني عاوزه من افريقيا، تروح تتكلم مع بن شرقي؟ طيب سيبك من دي. الزمالك 31/3 هتقابل مودرن فيوتشر في الكونفدرالية. النهارده بيتكلموا على المهاجم بتاع مودرن فيوتشر عشان يضموه لصفوف الزمالك. انا الحته دي شايفها ان هم بيدوا للولد باور انه يلعب وياكل النجيله امامهم، وممكن يطلعهم من الكونفدراليه. لما انت من دلوقتي بتطالب او بتطلب مهاجم مودرن فيوتشر عاوز تضيفه لصفوف الزمالك، طب ما الولد كده هياخد باور على كلامك دون ان انت معجب بيه، وان انت هياخد باور كبير جامد وياكل النجيله عشان يخرج الزمالك بره الكونفدراليه. ما انت خلاص اديته باور اصلا. لا هو وقته انك انت تتكلم على مهاجم مودرن فيوتشر، ولا وقته انك انت تتكلم على بن شرقي، الا غير انك انت تفكر تجيب مهاجم فت اسمر سمار حالق لجوزيه جوميز. عشان خاطر كده بقول لك استعجلت في كل حاجه. لا بن شرقي هيجي الزمالك، ولا مهاجم مودرن فيوتشر هيفيد الزمالك، بل بالعكس هيضرهم حاليا، لانك انت اللي اديته باور عليك. يوم 31/3 هتشوف المهاجم دون طوفان كالموجة على مرمى نادي الزمالك وعلى دفاعات نادي الزمالك، وهتتفرج وابقى افتكرني في الموضوع ده بالذات. جوزيه جوميز قال لكم انا مش مقتنع بالصفقات بتاعتكم خالص. لما يطلب منكم مهاجم يكون اسمر او مهاجم افريقي واسمر، تروح تتكلم له على بن شرقي. بن شرقي هيرجع تاني مصر؟ انا ما اظنش بن شرقي، حتى واني 29 سنه او 30 سنه، 29 سنه بتهيألي بن شرقي حاليا، بس مش هيرجع تاني الزمالك. ما اظنيش يرجع تاني الزمالك. بن شرقي صعوبه انه يرجع الزمالك تاني. جوزيه جوميز انت بتطلب وهم بيلبوا بس على رغباتهم هم.